شكون فينا ما يتمناش انه يعرس بالشخص اللي يحبه؟ اما اذا كان مكتبش المكتوب وما خذيتش والا ماكش باش تاخذ الشخص اللي تحب، كمل تفرج في الفيديو للاخر وشوف الايجابيات. خذ اللي يحبك وما تاخذش اللي تحبه، هي مقولة من الدولة وفيها برشا حكمة. كيف تكون مع اللي تحبه صحتك النفسية فرحتك مشاعرك تكون متعلقة بيه، دونك من غير ما تشعر تولي راحته أهم من راحتك، وتبقى تدعي ربي إنه ما يتبدلش عليك. تولي تعيش في خوف متواصل انك تخسر الشخص هذاك اللي يخليك ديما خايف من برشا سيناريوهات، واللي هي الحاجة اللي تخلق غيرة مفرطة اللي تخنق الطرف الآخر. خاطر الغيرة هو شعور طبيعي متأتي من الحب، لكن الغيرة المفرطة متأتية من الخوف. المفارقة لهنا هي انه الحب باش يولد لك خوف من انك تخسر اللي تحبه، واللي هي الحاجة اللي باش تخلق لك غيرة مفرطة، والغيرة المفرطة باش تتجسد في قلة ثقة في النفس، بحكم باش تولي تغير على حاجات تافهة اللي هما اكيد مش باش يعجبوا الطرف الاخر، وباش تولي خنقة اللي هي باش تتسبب في الحاجة اللي انت خفت منها من الاول، اللي هي خسارة الطرف الاخر. معناها حبك الزايد هو اصل المشكلة. الحب زاد يبهم كيف تكون مع الشخص اللي تحب، مخك تاكله الغبرة من قلة الخدمة، تولي تعمل في حاجات ما كنتش تتصور روحك تعملها، وديما انت هو اللي مضحي باش العلاقة تتواصل، في حين انه كيف تكون مع الشخص اللي هو يحبك تكون العلاقة صحية ومتوازنة وتلقى الدليل اللي تحب عليه. معظم الناس في وقتنا توا منجذبة للطول خاصة عند الولاد، اما القصر يبقى عنده ميزات. كان طولك مقلقك الفيديو هذا ليك. من ناحية الجمالية اللي هي أكبر قلق، القصير أسهل برشا باش يبان عليه بدن باهي ومسكلي، في حين أنه الناس الطويل يحبلهم سنين يتراناو باش يبان عليهم. القصير في ظرف أشهر يبان عليه البدن، وبشكل عام يظهروا أصغر من أعمارهم. القصر زادة براتيك برشا بصراحة، شد عندك عمرك ما تكون مغصور في الكراهب ولا في وسائل النقل بشكل عام، ديما تقفل قدام في التصاور. اللبس تنجم تشتريه بأقل سوم من قسم المراهقين، حد ما يقولك بعد راسك في القهوة. التاي متاعك ديما موجود خاطر ما يوفاش فيسع. ما عندكش مشاكل متاع ظهر، ما عندكش مشاكل مع الفرش وإلا مع الغطاء. على فكرة باش نفهموا بعضنا، حسب معدل الطول العام في العالم، القصير هو اللي أقل من 170 سنتي. الكلنا نعرفوا قداش الزين ولا مهم في حياتنا اليوم وقداش يسهل الحياة، أما بالطبيعة مش الناس الكل عندهم الهبة هذه، ما خليونا نشوفوا الميزات في قلة الزين. أكيد مش باش نقولكم الجمال جمال الروح، أما فما حاجات كيما الزين أو المكانة أو الفلوس يخليوك ما تنجمش تعرف شكون يحبك أنت لشخصك وشكون يخالط فيك على الحاجة هذيك فقط. معناها الأشخاص اللي ما عندهمش أكا الزين اللي يدوخ نعرفوا أنهم محبوبين لشخصهم بالحق وعلاقاتهم صادقة. من أهم الميزات كان مش أهم ميزة هي إنه الأشخاص السطحيين اللي ما يحبوا كان المظاهر يبعدوا، خاطر خلطتهم ما فيها حتى منفعة وما تنجم تستنى منها شيء كانت تافه. بحكم زاد إنه الأشخاص هذو ما ينجموش يعملوا على الزين باش يقدموا في الحياة، عادة تلقاهم يطوروا أكثر من ذاتهم ومن مواهبهم باش يقدموا الشيء اللي يفرض احترامهم. ديما يكونوا أصحاب نكتة وأصحاب شخصية باهية ويتعاطفوا مع العباد بحكم مظهرهم يحميهم من الناس السطحية وما يتأثروش بيهم. ما فماش زاد الضغط متاع انه لازم ديما يتشافوا كان في احسن حالاتهم وديما لابسين حسب الموضة، على عكس الناس اللي رسمالهم هو مظهرهم. في علاقات الحب زاد عامة يكونوا انجح، خاطر العلاقة ما تكونش مبنية على اساس شهوة وما تكونش نفحة. صحيح الفلوس باهية اما ميسالش، خلينا نشوف الحاجات الباهية في قلتها. اهم حاجه هي انه حد ما هو باش ينافقك، على خاطر اصلا انت ما فيكش طميعه. معناها كن متاكد اللي العباد اللي تخالط فيك بالحق هما بالحق يحبوك وما يستناو منك في حتى شيء، على عكس العباد اللي عندها فلوس تلقاه دايرين به برشا، اما حد ما يحبه نهار اللي توفى الفلوس يتلفت ما يلقى حد. الفقر يلز العباد باش تتعاون مع بعضها، هذاك علاش بشكل عام في المناطق الشعبية تلقى الجيران قرب برشا لبعضهم والناس الكل ديارها محلولة لبعضها، على عكس المناطق الراقية اللي معظم الأوقات تلقى الجيران ما يعرفوش بعضهم أصلا. العلاقات الإنسانية زادت تكون أبسط برشا لأنه الفقر يعلم البساطة والتواضع، خاطر عاد كان يكون فقير ومش متواضع وقتها يولي اسمها فقر وفرعنة. الفقر زاد يشجع على الطموح ويعتبر أقوى دافع للنجاح والإبداع، بدليل أنه معظم المشاهير في العالم في المجالات الكل كانوا في مستوى مادي متواضع. تتعلم زاد قيمة أبسط الحاجات، هذاك علاش فرحة الفقير أسهل برشا من فرحة الغني. مانيش قاعد نقولك أنه الفقر باهي، أما قاعد نقولك أنه مهما كانت حالتك المادية مادامك عايش وتتنفس ديما لوج على الإيجابيات.
في معظم مجتمعات العالم الاكستروفيرتس أو الأشخاص الاجتماعيين والمنفتحين على الناس الآخرين هم اللي يكونوا محبوبين، على عكس الانتروفيرتس أو الأشخاص الانطوائيين على رواحهم اللي عامة ما يكونش عندهم برشا أصحاب. أما خلينا نشوفوا الميزات اللي في الطبيعة هذه. الانتروفيرتس بحكم كلامهم مش برشا هما اقل عباد تتسبب في المشاكل. انت خمم في المشاكل الاجتماعيه اللي صارت لك، اتو تلقى اصلها حاجات تقالت، ويا تقالت وتفهمت بالغلط، والا فما شكون ما قصرش وهز الكلام، والا جرت العباد اللي كيف ما تلقى ما تحكي تولي تقصد ربي في العباد الاخرين وما تخلي ما تحكي. دونك اللسان بالحق هو اصل معظم المشاكل، وهذه مشكله الناس هذه ما عندهمش منها. الانتروفيرت زاده هما احسن عباد تسمعك وتفهمك بالحق، مهما كان مشكلتك ما تهموش، يسمعك للاخر وبصدق. وبحكم زاده انه علاقاتهم قليله على خاطر اصلا ما يلوجوش عليها، هما اقل عباد تنافق. اذا هما بالحق عمله نادره ومن اكثر الاشخاص اللي نجم يكونوا محل ثقه. وقتهم زاده يكون اكثر انتاجيه خاطر ما يتعداش الكل في الخرجات والقهاوي، دونك يلقاو اكثر وقت باش يطوروا من رواحهم. وحياتهم اكثر راحه على خاطر موفرين برشا طاقه اللي تستنزفها الاشخاص الاخرين. هما زادا من أكثر الأشخاص اللي يقرأوا الناس الآخرين، خاطر يركزوا برشا مع الكلام، لغة الجسد والتفاصيل الصغار، من الآخر صعيب باش تعدي عليهم. صحيح الخروج من علاقة ديما صعيب بغض النظر من عند شكون جا القرار، أما إجا نغزروا الحكاية بطريقة أخرى. بعد البريك اب باش يكون عندك فرصة تطور من روحك وتقدم أكثر في حياتك، على خاطر كان عندك برشا وقت وطاقة ماخذهم شخص آخر، أما حياتك وروحك أولى بهم. بعد فشل العلاقة من الأكيد باش تنضج وتتعلم إنه كل شيء لازم تقيسه بمخك قبل، وما عادش ترمي روحك كما جاء، خاطر ساعات تكون واعي بإنه حاجة معينة ما تصلحش بيك، أما جوست خاطر عجبتك تمشي لها وتواصل فيها. فرحتك تولي مربوطة فقط بروحك، ما عادش مربوطة بحضور شخص آخر وإلا راحة حد آخر، وما عادش مطالبة بحتى تضحيات اللي هي حاجة أساسية في كل علاقة. من الآخر ما عادش يهمك في شكون تقلق وإلا شكون تنبز، يهمك كان في روحك. وهذا الكل نحكيه بشكل عام، ما حكيناش على التوكسيسيتي اللي ولات موجودة بكثرة في العلاقات اليوم، وما حكيناش على حتى شيء آخر، والله أعلم كل حد في شي قاسي. الناس الكل نعرفوا انه ماهيش حاجة باهية اذا كنت تطرد من خدمة، اما خلينا نشوفوا الحكاية بطريقة اخرى ونشوفوا الميزات. اذا صاروا طردت من خدمة فهذا معناه حاجة من اثنين: يا انت ماكش في الخدمة اللي تناسب مواهبك، يا انت في بلاصة ماهيش عطيتك قيمتك. ونجم نعطيك امثلة كيما اوبرا وينفري اللي هي من انجح ما فما في مجال التلفزة، كانت تخدم مقدمة اخبار في قناة محلية اللي مديرها طردها وقال لها ماكش متاع التلفزة. شوف سبحان الله من بعد اوبرا شنيا ولات. فما زادا والت ديزني اللي طرد من الجريدة اللي كان يخدم فيها، اللي مديرها قال له ونحبكم تركزوا معايا على السبب، قال له ما عندكش مخيلة باهية للإبداع، اللي هو على فكرة اللي عمل ميكي ماوس وبقية الشخصيات اللي كلنا نعرفوهم. نجموا معناها نقولوا انه الخروج من خدمة معينة هو اكبر دافع باش تطور من روحك وتوري روحك قداش تنجم توصل لبعيد، وتخرج من الدوامة متاع الخدمة من 8 ل 5 وتستنى فلوس مريرة في الشهر. نعرف ماني جايب الصيد من وذنه، والكلكم تعرفوا انه اللي خدم تحت العباد بشهرية ماهيش باش توصل لبعيد، اما المشكلة انه بالرغم هذا معظم الناس باقي راكشة في الخدم، وللأسف كان ما تصيرش حاجة تلز ويبقى راكش. حتى كان ماكش باش تولي تخدم لحسابك الخاص، على الأقل تكون في بلاصة تقدر إمكانياتك. أما بحكم عنا عقلية المسمار في حيط، العباد ديما تميل لأنها تستقر في خدمة واحدة، رغم أنه ينجم يتطور أكثر ويقدم أكثر في بلايص أخرى، وكيف كيف كما تصيرش حاجة تلزو يبقى ريكش. الناس الكل نعرفوا انه البخل والكسل حاجة ياسر خايبة، والكلنا نكونوا بخليين ساعات، لكن حتى الحاجة هذه فيها ميزات ويكون بخل إيجابي. البخل يخلي مخك يخدم خير وأكثر. في برشا شركات كبار يقولوا أعطي الخدمة الصعيبة للشخص الكسول خاطره باش يلقى أسهل طريقة باش يخدمها. باش تنفذ أي مهمة تستحق زوز عناصر: الذكاء باش تخمم وتخطط للي باش تعمله، والمجهود اللي باش تنفذ به اللي خططت له. والواقع هو أنه كل ما يزيد الذكاء المجهود ينقص، وكل ما ينقص الذكاء المجهود لازم يزيد. وبحكم العباد البخليين يحبوا يوفروا في المجهود يميلوا للخدمة بذكاء أكثر. البخل هو زاد اللي دفع البشر للابتكار، تعب من غسيل الحوايج اخترع الغسالة، تعب من الدروج اخترع المصعد الآلي أو الأسانسير، وبرشا ماكينات واختراعات أخرى ابتكرها البشر باش يعمل أقل مجهود. البخل الإيجابي زاد يخلي البشر يحدد أولوياته في الحياة، على خاطر ما يحبش يصرف وقت أو مجهود في الحاجات الثانوية، وهكاك البال يكون مرتاح وأصفى ويخلي العبد يركز مع اللي بيه الفايدة بالحق.
اللي عندهم النوع هذا متاع البخل زاد هما أحسن عباد في حل المشاكل، خاطر يميلوا لتبسيط الأمور ويتجنبوا أي تعقيدات زايدة، وأسرع عباد يلقاو الطرق المختصرة في كل شيء. بالطبيعة مانيش نشجع على البخل، أما إذا كانها حاجة موجودة في طبيعتك حاول تاخذ منها كان الباهي. البشر في طبيعته يحب يكون مشكور ومحبوب بين الناس، لكن كلنا نعرف انه فما فئة كبيرة متاع اللي نسميوهم كارهين، اللي معظم الوقت يكون حاقد على العباد لأسباب مجهولة، ويحب كان يذم العباد وما يحب يشوف حد فرحان. اما حتى الناس هذم وجودهم فيه ايجابيات، شوفهم معايا في الفيديو. الكارهين هذم نجم نعتبروهم مقياس للتميز، مش بالضرورة تميز مادي، ينجم يكون حتى في الشخصية. كل ما يكونوا عندك كارهين أكثر أعرف أنك متميز أكثر، وكل ما كانوا أقل وما فما حد يحكي عليك بالخايب أعرف أنك تميل أكثر لأنك تكون ستاندار. الناس هذم زاد يقويوا لك شخصيتك، بحكم انه لازم تتعلم انك ما تتاثرش بكلام الناس، تتعلم ضبط النفس ومش اي كلمه تقف عليها، خاطر باش تولي تفهم انك كيف تتجاوزهم مش ضعف، اما تفهم انه هذيك وقت وطاقه حياتك اولى بيهم، وهكاك تنجم تتطور وتقدم. في معظم الاوقات كلامهم ما يكون فيه حتى منفعه، لكن في اوقات نادره ينجموا يفيدوك من غير ما يقصدوا بالطبيعه، خاطر ينجموا يفيقوك بحاجات تنجم بالحق تحسن منها، والا تنحي والا تزيد حاجات. الكارهين زادت نجم بفضلهم هما توصل راحة نفسية كبيرة وتصالح مع الوضع، خاطر بيهم هما باش تفهم انه مستحيل تكون محبوب من الناس الكل، مش كي تعطي عينيك تولي ترتاح من عبء ارضاء الناس وتعيش لروحك وعلى كيفك. بحكم زادة انه من اختصاصاتهم انهم يدوروا يحكيوا بالخايب من بلاصة لبلاصة، هكاك هما يعطيوك قيمة ليك ولأفكارك وأفعالك أو مهما كانت الحاجة اللي تميزك. الأنانية مصنفة من الصفات الخايبة، أما الحقيقة هي أنه الأنانية ساعات تكون باهية، نشوفوا كيفاش. في وقتنا توا الاستغلال بانواعه كثر، يعني اذا كانك من الاشخاص اللي بلغتنا ما يحسبوهاش راك باش تتعب برشا، على خاطرك باش تولي تتشاف كفرصه وباش تلقى روحك سيبور لبرشا ناس، وهذا الكل ما كانش يكون مشكله اذا كان جاء رد المعروف والامتنان موجود في طبيعه كل الناس. الأنانية زادت تخليك تقدم في حياتك وتركز في أهدافك، خاطر وقتك وطاقتك ما تصرفهم كان على روحك في بلاصة ما تبجل ناس أخرين. تخليك زادة تعيش مرتاح أكثر، خاطر ما عندكش عبء إرضاء الناس أو تخمم في شكون تقلق وشكون تنبز، من الآخر تعيش على كيفك. من أهم ميزات الأنانية هي أنك تحط روحك أولوية، الحاجة اللي تعاونك في علاقاتك، الشخص أو العلاقة اللي ما تساعدكش طيشها وراك وتتعدى وضميرك مرتاح. هذاك علاش عمرك ما تلقى شخص أناني يعاني من علاقة، خاطر ما عندهمش مشاكل متاع تعلق، متعلقين كان برواحهم. يعني فوائد مادية ونفسية تتحصل عليها بطرف أنانية وحب الذات، لكن ما يلزمش تكون أكثر من اللازم لدرجة أنك تضر الناس الآخرين.